في سنة 2022 كان عندي كل حاجة المفروض تخلّي أي حد مبسوط، شغل كويس، بمرتب محترم، في شركة كويسة، من البيت، عندي زوج، عندي بنت، ربنا يديمهم عليَّ نعمة في حياتي، عندي كل حاجة تخلّي أي حد في الدنيا مبسوط. من برّه حياة بين إن هي مثالية، ومع ذلك أنا كنت باكره حياتي، كنت باكره شعور إن أنا أصحى من النوم ألاقيني لسه عايشة، ولا طايقة حياتي، ولا طايقة يومي، ولا طايقة شغلي، ولا طايقة بيتي، ولا طايقة بنتي، ولا طايقة أي حاجة في حياتي. كل حاجة في حياتي كانت مخلياني متضايقة. أكتر سؤال كنت باسأله لنفسي الفترة دي، إيه اللي يخلّي حد عنده كل حاجة يبقى مخنوق كده؟ ليه متضايقة الضيق ده؟ حتى الحاجات اللي كانت بتبسطني في العادي زي الفُسح، زي الأكل، زي الخروج، ما عادتش بتبسطني ولا بتخلّيني فرحانة ولا بتخلّيني حتى عاوزة أعملها. وفي لحظة قررت إن أنا أوقّف كل حاجة وأسأل نفسي سؤال واحد بس، ليه وصلت للمرحلة دي وأعالج ده إزاي؟ واللي اكتشفته وقتها غيّر كل حاجة في حياتي، فده اللي هاحكي لكم عليه النهارده بعد ما الحمد لله عرفت أطلع من المرحلة دي. فهيا بينا نبدأ. خلّونا نبدأ بالسؤال الأهم، إيه اللي وصّلني للمرحلة دي؟ وبعد كده نجاوب على السؤال الأصعب، أخرج منها إزاي؟ أكتر حاجة وقتها وصّلتني للمرحلة دي إن أنا كنت عاوزة كل حاجة من غير ما أتخلّى عن أي حاجة. في عز ما بنتي كانت صغيرة عندها تقريبًا سنة، غيّرت الشركة اللي أنا كنت باشتغل فيها اللي كان شغلها نوعًا ما مُريح بالنسبة لي، ورُحت شركة تانية شغلها أكتر، مرتبها أحلى، استفدت فيها كتير جدًا، بس كان ضغط الشغل فيها كتير جدًا، وفي نفس الوقت كنت عاوزة أبقى الأم والزوجة اللي متواجدة طول النهار في البيت، وبتعمل كل حاجة في البيت من غير لمّا تبقى كأنها بتشتغل. مش متواجدة في البيت physically قاعدة في البيت، لإن أنا كنت أصلًا باشتغل من البيت، يعني مركّزة مع كل حاجة في بيتي، مركّزة مع كل حاجة في تفاصيل يومي، أنا اللي باعمل كل حاجة بنفسي، يعني عاوزة أبقى مثالية في البيت كأني ما عنديش شغل، فبقيت شايلة كل حاجة فوق دماغي. طبعًا غير ضغط الناس اللي في حياتي، اللي كانوا متوقعين مني إن أنا أبقى متاحة في حياتهم زي قبل أمّا أتجوّز وقبل أمّا أخلّف وقبل أمّا أشتغل، ده غير الناس التانية اللي كانت مستنياني أحل لهم مشاكلهم، وأنا أصلًا محتاجة اللي يحل لي مشاكلي وينقذني من حالة الغرق اللي أنا كنت فيها. أنا كنت حرفيًا باغرق، بس وقتها أنا ما كنتش شايفة ده، أنا كنت شايفة إن أنا لازم آجي على نفسي أكتر علشان أبقى أنجح، وإن أنا أكيد فاشلة أو في حاجة غلط باعملها في يومي، علشان كده أنا مش عارفة أدّي كل الأدوار اللي في حياتي بالصورة المثالية اللي في دماغي. عاوزة أبقى شخصية ناجحة جدًا في الشغل، أم مثالية، صديقة، أخت، ابنة، ما أتخلاش عن أي دور في حياتي، لازم أبقى شاطرة في كل حاجة، موجودة في كل وقت، متاحة لكل الناس. وشعوري إن أنا عاوزة أبقى مثالية في كل حاجة خلّاني أحس إن أنا سيئة في كل حاجة، وخلّى ضميري يأنِّبني في كل دور من أدواري اللي أنا باقوم بيها في حياتي، وما بقيتش قادرة أرضي أي طرف من الأطراف، وده خلّاني طول الوقت تعبانة، وبدأت أكره أقابل الناس وأتضايق من أي طلب أي حد يطلبه مني، لأن أنا حاسة طول الوقت إن أنا مستنزفة. سِبت شغلي وأنا في عز مجالي وفي عز نجاحي فيه، وقررت إن أنا أسيب كل الcareer اللي فات، عشان أنا كنت حاسة إن أنا مش قادرة أكمّل كده، كان لازم أقف قبل ما أضيّع نفسي وأضيّع الناس اللي حواليّا أكتر، خصوصًا إن في المرحلة دي علاقتي ببنتي وزوجي ابتدت تتأثّر، لإن أنا كنت طول النهار تقريبًا قاعدة أشتغل. نسأل بقى السؤال التاني، أنا حلّيت ده إزاي؟ حلّيت ده بطريقة من برّه لجوّه ومن جوّه لبرّه، يعني في حاجات غيّرتها من جوّه علشان الواقع بتاعي من برّه يتغيّر وحياتي تتضبط، وحاجات غيّرتها من برّه علشان أنا شخصيًا أتغيّر من جوّه. 3 حاجات يتغيّروا من جوّه علشان اللي برّه يتغيّر، علشان حالة الاحتراق النفسي أو الburnout اللي كنت وصلت لها دي تتعالج، وعلشان نلحق الموضوع بدري قبل ما يقلب مننا اكتئاب والدنيا تبهوأ ونمشي في مسار تاني خالص في حياتنا. 1 أكلنا، طبعًا مع زحمة يومي اللي أنا كنت فيها كانت آخر حاجة بابُص لها في يومي هي الأكل اللي أنا باكله، أي أكل يسد جوعي أهم حاجة إن هو يبقى سريع، وده طلع جزء كبير جدًا من اللي كان مخلّيني تعبانة ومرهقة طول الوقت، البنزين اللي بادخّله لجسمي. الأكل مش المفروض يبقى الحاجة اللي بتشبع رغبة جوعنا وخلاص، الأكل المفروض يبقى الحاجة اللي بتشحن جسمنا وبتشحن طاقتنا، زي بالضبط بنزين العربية. تخيّلوا معايا كده لمّا ربنا يرزقنا إن شاء الله ونجيب عربية فيراري، عربية جميلة
موتور خطير، بس في الاخر احنا حطينا لها بنزين 80 او سولار، حتى لو مشيت شويه وكان موتورها كويس، حبه بحبه هتبوظ، لان البنزين اللي بندخله لها سيء. احنا بنعمل كده بالظبط في جسمنا، بندخل اسوأ انواع الاكل ليه، اسوأ انواع البنزين، ومستغربين ليه طول الوقت تعبانين مرهقين مش مركزين وعندنا خمول. مش هقول لكم نمشي على نظام صحي صارم، بس على الاقل ناكل اكل متزن، اكل يشحن جسمنا، يدينا طاقه بحقه حقيقي. كميه الارهاق اللي كانت عندي بس نتيجه الاكل السيء اللي كنت باكله، كان عندي ارهاق، خمول، عدم تركيز، وكل ده كان بسبب الاكل. لما ابتديت اعدل اكلي، طاقتي زادت، انتاجيتي زادت، تركيزي زاد. تاني حاجه نعملها من جوه علشان اللي بره يتعدل هي النوم. في مثل بيقول من زان نومه زان يومه، يعني اللي بينام كويس يومه بيكون حلو. طيب ننام كويس ازاي؟ أول حاجة ننام في مكان ضلمة ومفيش شاشات قبل النوم على الأقل ب3 ساعات، لأن ده بيأثر على هرمون الميلاتونين اللي الجسم بيفرزه علشان يدخل في مرحلة النوم العميق. 2، آخر وجبة تبقى على الأقل قبل النوم ب3 ساعات، يعني بلاش ناكل وننام على طول. ليه؟ عملية هضم الطعام عملية بتحتاج الجسم يبذل مجهود، ووقت النوم ده الوقت اللي الجسم بيستخدمه علشان يرتاح. فلو احنا كلنا ونمنا على طول، جسمنا هيفضل شغال، مش هياخد بريك وقت النوم، لأن الجسم شغال يهضم الأكل اللي احنا كلناه. فبدل ما نقوم مركزين وفايقين، نقوم تعبانين ومرهقين علشان جسمنا مرتاحش واحنا نايمين. 3، ننام عدد ساعات كافي. 4، مفيش كافيين قبل النوم على الأقل ب8 ساعات. 5، لو ظروف شغلنا وحياتنا مساعدانا ان احنا ننام كل يوم في ميعاد ونصحى كل يوم في نفس الميعاد، نبقى عملنا معروف كبير قوي في جسمنا يشكرنا عليه. تالت حاجة تتغير معانا من جوه علشان اللي بره يتغير هي الرياضة. نتحرك يا جماعة، مش لازم نروح الجيم نلعب تمارين مقاومة أو نشيل حديد. أي رياضة بنحبها، بنحب نعوم نروح نعوم، أي رياضة، المهم ما نفضلش قاعدين طول النهار. بنحب الرقص نرقص، قومي يا بت منك ليها ارقصي وطلعوا الطاقة المكبوتة اللي جواكم. تيتا الله يرحمها كانت بتقولي الحركة بركة، وطلع عندها حق جدا والله. الرياضة أو أي نوع من أنواع الحركة مش بس بتفرز هرمونات السعادة، الدوبامين والأدروفينين والسيروتونين، لأ، دي كمان بتقلل هرمون الكورتيزول اللي مسؤول عن التوتر. فالرياضة مش بس بتحسن شكل جسمنا أو بتخلينا نخس، ده كمان بتحسن كمية جسمنا أو كمية مخنا. يعني بصوا، أنا عارفة إن هي بديهية إن إحنا علشان نحسن طاقتنا أو نحسن تركيزنا إننا ناكل أكل كويس وننام كويس ونلعب رياضة، بس مع زحمة الحياة أوقات البديهيات دي بتتنسي. والله أنا كان بيعدي عليا أيام، خصوصا أول لما بقيت كان بيبقى أقصى طموحي إن أنا أعرف أخد دش. فهتقولي لي أكل صحي وننام كويس وناكل كويس، بس اللي اكتشفته إن الحاجات دي مش رفاهية، مش حاجة كويسة نعملها لما يبقى عندنا وقت. الحاجات دي ضرورية علشان نقدر نكمل. أول لما ابتديت أعمل ده حسيت بفرق رهيب في طاقتي وفي صحتي، وده خلاني أتعامل مع الحاجات دي على أساس إن هي أساسية، ألاقي لها وقت بالعافية، مش رفاهية أعملها لما أبقى كويسة. وحاجة كمان، في ناس عايشت حياتها كلها من غير ما تجرب تعدل أكلها أو تلعب رياضة أو تشوف الطرق اللي تخليها تنام نوم عدل، وطول عمرهم تعبانين ومرهقين ومفكرين إن الطبيعي إن الواحد يبقى طول الوقت تعبان مرهق مش مركز، طول الوقت في حاجة في جسمه بتوجعه. فالكلام ده ليهم. طيب احنا كده زبطنا كل حاجة من جوه مننا علشان محيطنا اللي بره يتغير. ايه بقى الحاجات اللي نظبطها من بره علشان جوه عندنا يتغير؟ اول واهم حاجة نغيرها في يومنا من بره عشان اللي جوه يتعدل هي السوشيال ميديا. واحنا تعبانين او مرهقين نفسيا او بنمر بمرحلة من مراحل البيرن اوت، نبعد على قد ما نقدر عن السوشيال ميديا. ليه؟ ندخل السوشيال ميديا من هنا نحس ان احنا متأخرين سنين ضوئية من هنا. اللي فتحت شركة وبعتها بالملايين وهي عندها 20 سنة، واللي قدك واتجوز وخلف وعياله كبروا بسم الله ما شاء الله، وانت عمال ترتبط وتفركش، واللي بيلف العالم كله وانت عمال تحوش طول السنة عشان تطلع يومين مطروح، واللي عنده هواية شاطر فيها وبيجيب منها فلوس كتير، واللي علشان كده أسوأ حاجة نعملها في نفسنا واحنا محبطين أو متضايقين أو بنمر بحالة من حالات البيرن اوت إن احنا نسكرول على الانستجرام مثلا. وعلشان كده الآية ديت عظيمة
ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وده بالظبط اللي السوشيال ميديا بتعمله فينا دلوقتي. العين عمالة تتمد طول الوقت ومخنا يقارن من غير ما ناخد بالنا، ونبدأ بقى نقول نفسنا أنا اللي متأخرة، أنا اللي فاشلة، كل الناس مرتاحة إلا أنا. وده بيستنزف النفس جدا. زمان إحنا كنا بنقارن نفسنا بمحيطنا اللي في الأغلب شبهنا، واللي لو حتى حد فارق 1 أو 2 منهم فارقين عننا، واحنا بنقنع نفسنا ان دول ناس الحظ لعب معاهم. دلوقتي احنا بنقارن نفسنا بملايين الناس حوالين العالم، ناس ولا احنا عارفين ظروفهم ولا خلفياتهم ولا حتى باقي وقتهم بعد التصوير بيكون عامل ازاي. انا فضلت سنين وشهور قافله السوشيال ميديا، مش بفتح الاكونتس اصلا غير مثلا مره كل شهر او كل شهرين، وافتح اشوف حاجه واقفل تاني. والله كميه الراحه والطمأنينة اللي أنا حسيتها لما قفلت السوشيال ميديا، أنا مرجعتش أفتحها تاني على فكرة غير عشان المحتوى، كانت رهيبة. ولا حاسة أن أنا تعبانة، ولا حاسة أن أنا بسمع أخبار توترني وتخليني متضايقة، ولا حاسة أن أنا بجري، ولا حاسة أن أنا بقارن نفسي بحد. طيب احنا كده خلصنا رقم 1 في الحاجات اللي نغيرها من بره لجوه. نيجي بقى لرقم 2، العلاقات. جزء كبير جدا من اللي كان تعبني وحاطط ضغط عليا هي الناس اللي حواليا او العلاقات اللي كانت في حياتي. طبعا مش كل الناس، بالعكس معظم الناس اللي في حياتي كويسين وكويسين جدا، بس في علاقات في حياتنا بتضغطنا. في كم حد كده كان لازم اقطع علاقتي بيهم او احط لهم حدود علشان التوتر والقلق اللي في يومي يقل. في ناس طبيعتها طول الوقت متوترة، بتزعق، بتجري، الدنيا حواليها متكركبة، الدنيا حواليها مشحونة كده طول الوقت. الناس ديت وجودهم في حياتنا بينقل شعورهم والهالة اللي حواليهم والطاقة اللي هم بيخرجوها لينا. يعني أنا كان عندي واحدة صاحبتي كانت بتتصل بيا الساعة 1 بالليل، لو ما ردتش عليها علشان أنا كنت صاحية من الصبح بدري، أو علشان مثلا كانت بنتي تعبانة أو أنا نايمة جنبها أو أي حاجة، تتصل بيا تاني يوم الصبح وتزعق لي ان انا ما ردتش عليها امبارح، مع انها مش عارفه اي حاجه من يومي كان عامل ازاي، ولا عارفه ظروفي اللي مخلتنيش ارد عليها وهي بتتصل في وقت مش مناسب ايه. ومش موقف اعديه ولا استحمله واقول مش مشكله، يمكن مضغوطه في وقت، مواقف كتير وبتتكرر كل شويه من اول ما عرفتها ديت. انا قررت ان انا اعمل لها بلوك وانا ضميري مرتاح وقلبي مرتاح. بالمناسبه انا ما عملتش بلوك في حياتي كلها غير 2 أو 3، دي واحدة منهم. واحدة تانية مثلا تتصل تطلب مني حاجة، ولما اعتذر لها او اقول لها ان انا هعملها وارجع انسى سواء اتضغطت او انشغلت، تتصل تقولي ما انتي لو مهتمة كنتي هتعمليها. ما هو اللي مهتم ان هو يعمل حاجة بيلاقي لها وقت في يومه علشان يعملها. ناس شايفة ان اولوياتها وحياتها اهم عندي من اولوياتي ومن حياتي. الناس ديت والشخصيات اللي شبه كده حطوا لهم حدود، او لو ينفع اقطعوا علاقتهم بيهم. طبعا مش هقول ان احنا ما نساعدش الناس، مش هقول ان احنا ما نقفش جنب الناس، بس احنا في اوقات بنبقى احنا شخصيا بننهار، احنا مش بنبقى قادرين نكمل يومنا احنا، ومحتاجين اللي يقف جنبنا واللي يساعدنا. فمش منطقي ان انا اخد بايد حد وانا شخصيا بغرق ومحتاجه حد ياخد بايدي. علشان كده وقت الازمات اكتر وقت بنفلتر فيه الناس اللي في حياتنا، اكتر وقت بنعرف الناس اللي بجد بيقفوا جنبنا والناس اللي عاوزيننا نبقى في حياتهم علشان بنساعدهم ان هم يكملوا حياتهم. رقم 3، اولوياتنا. نحدد أولوياتنا. اليوم فيه 24 ساعة. طبعا في حاجات بتزود بركة اليوم زي الأذكار، وإننا مثلا نبعد عن المشتتات. أنا عاملة حلقة كاملة عن إزاي نركز أكتر في يومنا، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، اتفرجوا عليها. بس في الآخر حتى بعد ما احنا بناخد بالأسباب اللي بتزود البركة في اليوم وبنبعد عن المشتتات، مهما تشقلبنا هم 24 ساعة مش بيزيدوا، وما ينفعش نمطهم أكتر من كده. فكل ما الحاجات اللي بنعملها في يومنا بتزيد، كل ما جودة الحاجات ديت بتقل. فلو في شغل وطفلة وبيت وزوج، الحمد لله كلها نعم نحمد عليها ربنا، لازم نحدد أولوياتنا ونتخلى عن حاجات لو عاوزين ان احنا نكمل بصورة كويسة في الحاجات ديت. يعني الخروجات اللي صحابي بيخرجوها او اللي العيلة عندنا بتخرجها، مش لازم ابقى موجودة في كل الخروجات. ما بقاش في تلفزيون، ما بقاش في سهر بره، الحياة ما بتقفش، بس في حاجات مؤقتا
بنتخلى عنها لحد ما نعدي مراحل معينة في حياتنا، وحتى لو مش عاوزين نتخلى عنها قوي على الأقل بنقللها. ومش لازم الظروف دي تبقى بيت أو عيال أو شغل، ممكن تبقى مثلا امتحانات، بس ممكن تبقى مثلا مشروع انت بتشتغل عليه دلوقتي ومحتاج تركز فيه لحد ما توقفه على رجليه. أهم حاجة إننا نرحم نفسنا في الوقت ده ونعرف إنها فترة وتعدي، وإن شاء الله تعدي على خير. ناخد استراحة محارب علشان نعرف نكمل أحسن من الأول. إحنا كده خلصنا، بس قبل ما نمشي حابة أقول لكم 3 حاجات. 1، بلاش نلبس لبس الصيف في الشتاء ولبس الشتاء في الصيف، ونرجع نقول ليه لبسنا مش مريحنا. كل وقت وليه أذان، وكل فترة في حياتنا ليها أولويات بتتغير بناء على الفترة دي. تقبلنا للتغيير ده أكتر حاجة بتخلينا نعدي حياتنا كلها بنجاح. 2، في ناس من الضغط النفسي اللي بيكون عليها بتوصل لمرحلة من إيذاء النفس أو إنهاء الحياة، بعد الشر علينا، ربنا يثبتنا كلنا. فبلاش نوصل نفسنا للمرحلة دي بإيدينا. عادي جدا لما ناخد بريك في أي مرحلة في مراحل حياتنا ونرجع نكمل تاني. عادي جدا لما نطلب المساعدة أو نقول إن إحنا مش قادرين، أو نقف شوية عشان نرجع أحسن من الأول. 3، أعظم دور بنعمله في حياتنا هو دور الأمومة، إننا نربي أطفال ونعمل اللي علينا علشان نأمل من ربنا إن هو يبارك فيهم ويطلعوا ناس كويسة. اوعي تحسي إن علشان انتي وقفتي شوية في حياتك، علشان انتي قاعدة ما بتعمليش حاجة غير ان انتي بتربي أطفالك، انتي كده متأخرة. انتي بتعملي أعظم دور في الحياة، فاستمري. لو وصلتوا لحد هنا يبقى عجبكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي.